اليوم من صوت جربة وعلى منصة موجة نتحدث عن تجربة اخترنا لها عنوان مسار نحو التغيير، وهي مسيرة انفتاح للتغيير تأتيكم بصوت صاحبتها التي تعتبر أن المستقبل المشرق والطموح والتغيير حلم كل الشباب تونسيين وغير تونسيين، لكن الظروف والإرادة تختلف من واحد إلى آخر. منهم من يستسلم حين تعترضه بعض المشاكل المادية والاجتماعية، وينسى أن له طاقات وقدرات يجب استثمارها وتوظيفها من أجل مستقبله، فتجده يبحث عن طرق الهروب وخاصة الهجرة غير الشرعية. ومنهم أيضا من يواجه ويحاول إخراج كل طاقاته وقدراته ويؤمن بأنه قادر على النجاح بعد العجز والانكسار، فتعود إليه روح المبادرة ويتعظ من العثرة التي ستكون منطلقا جديدا. والأمثلة عديدة. وهنا نتساءل: كيف يستطيع هؤلاء أن يجعلوا الفشل نجاحا والتمييز والاستحقار قوة؟ يأتي الجواب من تحدي الصعاب وفرض الذات. هذا ما قالته شخصية قريبة، شخصية بداياتها كانت جميلة ونجاحاتها ترجمة لتحديات، تحديات الإقصاء والتهميش والاختلاف. شخصية كان الأمل زادها رغم الاختلاف، فهي لم تر في اختلافها في الفئة الاجتماعية أو اللون عائقا، فزاحمت أقرانها منذ الصغر، فكانت تجتهد لتنجح وتسعى لتجد الثناء من أناس قدروا السعي والجهد ونبذوا الاختلاف والتمييز والاستحقار، ورأوا في الذات المثابرة مستقبلا باهرا، فزادها عزما وإصرارا. لكن ما كان ذلك ليدوم، فقد اقتصر على مرحلة قصيرة ارتبطت بمرحلة المدرسة وما قبل المدرسة، زمن البراءة، زمن الطفولة، زمن النوايا الطيبة. عشقت فيه هذه الشخصية العلم والمعلمين، لكن كلما اتسعت دائرة التواصل والأشخاص كان الاصطدام هذه الشخصية بالواقع، فاكتشفت نماذج مختلفة من الأطفال لا يقبلون الاختلاف. كيف يتنافسون مع شخص أقل منهم شأنا حسب تقديرهم ويرونه مختلفا عنهم؟ هل ستستسلم؟ لا، ما كان لهذه الشخصية أن ترمي بآمالها وطموحاتها، وأيقنت أن البداية الصعبة، نعم، بداية طريق تملأه العقبات بالتنمر، الاحتقار والإقصاء والعزل، فعزمت على التحدي والتجاوز، واستطاعت تحقيق النجاح في الدراسة ابتدائية وثانوية وجامعية، رغم العثرات التي لقيتها ورغم ما تعرضت له من إقصاء وخذلان حتى من الذين اعتبرتهم أشخاصا مقربين. فساد الإحباط والقهر والإحساس بالظلم والضيم، وشارفت على الاستسلام، لكن دائما ما يقال بعد كل عسر يسرا، وذلك ما رأيناه في هذه الشخصية. سعت، تحدت، وتجاوزت من قال أن المختلف غير مرغوب فيه، ومن لم يكن مثلهم أو شبيها لهم لا يتعامل معه، فحققت طموحا غير أنه ظل طموحا منقوصا. نجحت، لكن يجب دعم النجاح بالعمل وافتكاك ما هو حق لها. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ من أين ستبدأ؟ أسئلة تزاحمت فحفزت الهمم ونبشت أعماقها، وتزامن ذلك مع أول خطوة برزت أمامها، وهي مشاركة من يتشابه معها في المشكل لا في الفئة واللون، يتشابه معها في الفكر والهدف،
المشكل المتمثل في إيجاد حل لبطالة طالت سنوات ومشاكل أخرى اجتماعية وتنموية تهم المجموعة. كان من الضروري التفاعل مع الآخر وضم الأصوات لبعضها البعض، فكان أول اللقاء احتجاجات شعبية ليتطور الأمر ويكون انخراطات في حياة جديدة. أين وجدت ذاتها واستطاعت تجاوز الإحباط، فشاركت واكتشفت، لكن بحذر وخجل. تلتها مشاركة ثانية تعرفت فيها واقتربت من أشخاص هدفهم التعبير والقطع مع الخمول، ينظرون إلى الآخر فكرا وعقلا، فشاركتهم وتطورت مع توالي المشاركات واستكشاف التجارب وبدأت تتغير، وكانت بداية روح المثابرة والبحث والتواصل. كما قالت صاحبة القصة: البداية احتجاجات شعبية لتتطور إلى مشاركات وانخراطات في مجال الحياة المدنية، نفضت بها الجمود والخمول والخجل، وصارت تتطور وتتطور لتصل إلى مواقع ما كانت تتوقع الوصول إليها، مسار نسيت فيه الاختلاف الذي طالما حال دون تحقيق هدفها والإحساس بالانتماء، وشاركت واكتشفت نماذج من العقول لا أشخاصا. فعاد الأمل وتجددت الثقة لتبحث وتشارك، والأهم أنها تبادر. من ذلك تجاوزت أن تكون تابعة وصارت متبوعة، صنعت لذاتها طريقا أحست فيه بالراحة النفسية، كما أنها صنعت الفرق في عائلتها التي كانت تنظر إليها في صورتها الضعيفة وقليلة الحيلة التي تنتظر المعونة والإرشاد. أما اليوم فقد افتكت مكانتها وحققت ذاتيتها النفسية والمادية. ما كان هذا ليكون من فراغ، بل بالمشاركة والانفتاح على عوالم جديدة. الشخصية زادها الإيمان بالقدرات ومسارها تخطي الصعاب، وما كانت لتستطيع التجاوز لولا الإقبال على المشاركة والاستكشاف والانخراط في هذا العالم الجديد. فتخطت الصعاب، كانت وما زالت وستظل تعمل وتكتشف وتجتهد وتتجاوز. هكذا عرفتها وهكذا نمت شخصيتها. أتدرون من تكون؟ إنها أنا كريمة دياب، من تلك العائلة التقليدية التي ترى في الذكر عزا وفي الفتاة طاعة وخضوعا. فلتعلموا إذن أن المستقبل لا يبنى بالخضوع والاستسلام، وإنما بالمشاركة والانفتاح وخوض التجارب وتحدي الصعاب. فلا بد من العزيمة والمواجهة، لا بالهروب والانغلاق. لا بد من استكشاف عالم الحياة المدنية وضم الأصوات. هذه قصة وهذا مسار علنا ننفتح على قصص وتجارب أخرى يسعى أصحابها لرسم مستقبل مشرق بالتحدي والتجاوز، لأصنع أنا عزا لنفسي ولمجتمعي، عزا قوامه البحث والتواصل والتحدي ونبذ الاختلاف.